مفيش سيلز في العالم بيبيع كل يوم، لكن في سيلز في العالم ناجح وبيبني كل يوم. الفرق بينك وبين اللي سبقك انه كان بيزرع وانت كنت بتستنى الزرع يجي لوحده. اللي بيشتغل في العقارات لازم يفهم ان البيع هو النتيجة، لكن الشغل الحقيقي هو الاسباب اللي بتؤدي للبيع. مش لازم كل يوم تبيع، بس لازم كل يوم تعمل حاجة تقربك من البيع، تكون علاقة، تتعلم حاجة جديدة، تفلتر ليد، تبني محتوى، تحضر زيارة، تتابع مع عميل قديم، تظبط ملف العميل جديد. الحاجات دي هي اللي بتخليك بياع حقيقي، والبياع الحقيقي هو اللي بيشتغل كل يوم على حاجة. طب ازاي تبني حتى في الايام اللي ما فيهاش بيع؟ ابني سمعتك، رد بأدب، اسمع كويس، ساعد حتى لو مفيش مصلحة فورية، ابني ثقة، خلي العميل يحس انك مستشار مش بياع، وانك معاه حتى لو مش هيشتري دلوقتي. ابني محتوى، صورة، فيديو، ديزاين، معلومة، تجربة، اي حاجة هتفيد اللي بيشوفك او اللي متابعك. ابني قاعدة بيانات، كل مكالمة بتساوي فرصة لإضافة اسم جديد لملف عملائك. ابني روتينك، الشاطر مش هو اللي عنده طاقة، الشاطر اللي عنده نظام وعنده سيستم. وكالعادة لازم اقول لك الخلاصة ان البيع رزق، بس البنى اختيار. لو بنيت النهاردة هتبيع بكرة من غير ما تجري ورا العميل، ومفيش يوم بيعدي الا وانت سايب فيه طوبة جديدة في المبنى اللي اسمه اسمك وعلامتك التجارية.